السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده وبخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطلبيه ديال سلو او الصفوف بمناسبه رمضان. وتنتمنى لكم من هذا الفيديو هذا الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله، ولا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم النصائح اللي غادي تستافدوا منها وغادي تزعموا على سلو تعودوا تصيبوا حفظكم في المنازل ديالكم. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندي دقيق الكامل من بعد ما حمرته وغربلته. في الاول غربلته حتى حيدت منه النخاله ديالو. عندي كميه ديال كيلو ونص. من بعد ما غربلته عطاتني الكميه ديال كيلو ونص. في الاول كان عندي كيلو. هنا عندي كيلو ديال الزنجلال اللي ضفت في الاول. حيت منه واحد الكميه غادي نخليها حتى نضيفها في الاخير. هذا طحنته شويه مزيان. وعندي كميه ديال اللوز قسمتها على جوج حتى هو كيلو. الاول غير حمرته وطحنته بالقشور ديالو، والثاني خديت نصف كيلو فسخته وقليته وطحنته. هنا عندي 200 غرام ديال زريعه الكتان تقدروا تضيفوها، تقدروا تستغنيو عليها. انا صراحه تجيني صحيه تنضيف غير 200 غرام، غير تنصهدها شويه وتنطحنها. هنا عندي رابعه ما بين النافع وحبه حلاوه حتى هما محمرتهم وطحنتهم وغربلتهم مزيان. عندي معلقه كبيره ديال القرفه حتى هي نغربلوها مزيان. وغادي نحتاج 250 غرام ديال السكر كلاصي حتى هو غادي نغربلو عاد باش غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضهم. بالنسبه للسكر كلاصي تقدروا تعوضوه بالعسل الا كان عندكم العسل الحر. الا كان عندكم غير العسل ديال الدار يعني العسل نديرو هكا في البيت ديالنا ما نصحكمش به. وتيبقى تاني على حسب الاختيار ديالكم. انا ما تنبغيش نضيفو حتى ينشف ليا السفوف. هنا ضفت معلقه ما بين يعني معلقه ديال المسكر الحره مطحونه مع السكر وشويه ديال الملحه. ضروري نضيفو شويه ديال الملحه. عندي هنايا جوج كوزات غادي نحكهم. هاد المقادير هادو عطيتكم مقادير ديال كيلو ونص ديال الدقيق. يعني انا في الاول راني حمرت 2 كيلو ديال الدقيق، وكيف ما تتعرفوا ملي تتغربلوه تحيدوا ليه النخاله وتقدروا تضيفوا حتى الدقيق ديال الشوفان او ديال الحمص. هنا هاد الكميه هذه ديال الزنجلال اللي شفتوا معايا هي اللي ضفت خليتها صاينه غير حمرتها وضفتها حتى هي من بعد. واللوز للتزيين حتى نسالي ان شاء الله. هنا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم. ما غاديش نضيفوا ليه الزبده، غادي نخلطوه غير بالزيت البلديه. وتقدروا تضيفوا حتى الزيت اللي قليتو فيه اللوز. المهم غادي نحاول نخلطهم مع بعضهم جيدا. هنا كان الاضاءه ما تيبانش ليكم يعني ما تيبانش ما تكونش هنا الاضاءه اللي هنا ما واضحاش، يعني اللون ديال السلو راه شويه غامق. غير هنا تيعطيكم كلشي تيبان لكم ابيض ما عرفتش علاش كيف ما تتشاهدوا. مهم غادي نبدا نضيف الزيت غير شويه بشويه. وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي اللي غادي يجيكم ان شاء الله زوين وغادي يجيكم معلق. انا غير غادي يعني نقادو شويه هكا في القصريه ومن بعد غادي نديرو غنديرو في العجانه. الصراحه العجانه تعطيه يعني تدلكو مزيان وتطلقوا حتى دوك الزيوت ديال المكونات اللي ضفنا. كيف ما شاهدتوا معايا انا ما تنضيفش كاوكاو، تنضيف غير هاد المكونات فقط تيجينا صحي. وتقدروا ايضا تستغنوا على اللوز مقلي، تقدروا ديروا غير في الفران وتقليوه وتطحنوه. تيبقى اختياري على حسب كل وحده وشنو بغات. انا هنا درتو بالدقيق الكامل.
تقدروا تضيفوا حتى الدقيق الابيض او تضيفوا الدقيق ديال الشوفان، حتى هو الصراحه تيجي بها زوين، ولا الدقيق ديال الزرع، الدقيق يعني الشعير. صافي غير غادي نحاول ندخل غير شويه ديال الزيت، ما غاديش نقويه حيت فاش غادي نديرو في العجانه وغادي يطلق الزيوت ديالو. وانتوما الا كنتو طحنتو اللوز مزيان وعلقتوه تقدروه بلا ما تضيفوا الزيت. انا هنا بغيت يعني الصفوف ديالي تنبغيه يجيني شويه، يعني تاكلي الحاجه وتجيك يعني تحسي بها في الفم ديالك. المهم هنا درتو في العجانه. هني هنا غير مسرعه لكم الفيديو، راني ماشي تضرب بهاد السرعه هذه. هنا تنهبط دوك الجناب اللي تيطلعوا صافي، وتتبقى تعجن فيه صراحه تيجي معلق وزوين وتطلق حتى الزيت ديالو كيف ما تتشاهدوا. كيف ما تتشاهدوا معنا تيجينا معلق ولا ما تياخذش لكم حتى الوقت كثير وما تتمحنوش فيه، يعني يعطيكم غير يعني النهار الاول تحموا فيه المكونات اللي شاركت معكم وطحنوهم، والنهار الثاني كتخلطوا ولا تقدروا تخلطوا في نهار واحد. انا هنايا درت جوج مراحل، في الاول راني ما صورتش لكم ما كنتش باغا نشاركو معاكم شويه، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطريقه هذه. هنا تندوز باش غادي نعبرهم. هنا عندي هاد البواطات هادو كل وحده تتهز لي تقريبا، المهم تتهز اكثر من كيلو. انا غندير فيها كل وحده كيلو. كيف ما تتشاهدوا هنا راني عبرت في الاول البواطه كان فيها تقريبا 40 غرام، تنحيدها في الاول كيف ما تتشاهدوا عاد باش تنحطها وتنبدا نعبر الكيلو ديالي. وداك اللوز اللي شيط في الاول راني الكميه خليتها باش غادي نزين من الفوق، وكميه راني خلطتها نيت مع اللوز مع الصفوف عفوا فاش كانت تدور العجانه. المهم هنا من بعد ما عبرتهم الكميه اللي خاصني نعطي الكليانه، ضفت شويه ديال اللوز هكا من الفوق وخطفنا في الوسط، غادي نضيف حتى من الفوق. يعني فاش مثلا تبغي تحط هكا في الطبسيل يكون عندك اللوزات تقدر تزين به. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو او الصفوف اللي حطيت معكم اليوم. تنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون بسطت عليكم هذا الفيديو هذا وباش تزعموا حتى نتوما تعودوا تحضروا في المنزل ديالكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشاركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ونخليكم في رعايه الله وحفظه.